تستعد الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري يدعو أطراف النزاع إلى إعادة المباحثات دون تأخير أو شروط مسبقة، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي قدمته الرباط عام 2007 واعترفت به الولايات المتحدة في عام 2020. ووفقا للمسودة الأولية يتضمن المشروع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى العام المقبل في انتظار تقييم نهائي من أمينها العام. وقبل طرح المشروع أثارت تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اهتماما واسعا بعد أن صرح في مقابلة مع قناة CBC عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين المغرب والجزائر في غضون شهرين فقط. وقد سبق ذلك بأيام زيارة مستشار ترامب للشؤون الأفريقية أسعد بولس إلى الجزائر، حيث أكد أن الجزائر تبدي رغبة في إيجاد حل